السلام عليكم. آثار الصلاة العظيمة على جسم الإنسان. الصلاة هي من أساسيات دين الإسلامي، وهي ركيزة أساسية في حياة المسلم، فهي الوسيلة اللي بيستخدمها المؤمن في التقرب إلى الله، وبنتعبد بها في صلب حياتنا اليومية. بتعتبر الصلاة فرصة للمسلم للتواصل مع الله، وللإجابة على ندائه وطلباته، وتقريب نفسه من رحمة الله ومغفرته. كمان الصلاة بتشكل نوع من الراحة النفسية للمسلم، لأنه بيشعر بالسكينة والهدوء أثناء تأديته. من فوائد الصلاة إنها بتعمل على تنظيم الحياة اليومية، فبتزكي المؤمن بدوره كخادم لله عز وجل، بتزيل عنه التشتت والتفوق الذهني اللي بيؤثر على الإنسان بشكل عام. والدراسات الطبية بتأكد إن الصلاة ليها فوائد على الصحة، لأنه تحرك الجسم أثناء الصلاة بيعزز الدورة الدموية وبيحسن صحة الجهاز العصبي والمناعي. الصلاة لها تأثيرات إيجابية ومفيدة جدا على الجسم، ودول بعض التأثيرات اللي بتحصل في الجسم. واحد، تمارين بدنية. الصلاة بتشمل مجموعة من تمارين الجسم المختلفة، زي الركوع والسجود والوقوف والجلوس، وهذه التمارين بتساعد في تقوية العضلات وتحسين التوازن واللياقة البدنية. بتعمل على تقوية الجهاز العضلي الهيكلي، وده بيعني تحسين الجودة العضلية، وكمان بتحافظ على وظيفة المفاصل في الجسم. اتنين، الاسترخاء النفسي. الصلاة بتمثل تجربة دينية وهادئة، وبتساعد في تخفيف التوتر والتوافق العاطفي، وده بيؤدي إلى تحسين الصحة النفسية بشكل عام. تلاتة، تحسين صحة القلب. السجود والركوع في الصلاة بيؤديان لتحسين تدفق الدم في القلب، وده بيساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. أربعة، تنشيط الدورة الدموية. الحركة المستمرة في الصلاة تجعل الدم يتدفق بشكل أفضل في الجسم، وده بيؤدي لتحسين الصحة العامة والتغذية الخلوية. خمسة، تحسين الجهاز الهضمي. الصلاة بتشجع على الهضم الصحي، وبتساعد في تحفيز حركة الأمعاء وإفراز الإنزيمات الهضمية. ستة، تحسين صحة الجهاز العصبي. الصلاة بتساعد في تحسين وظيفة الجهاز العصبي، لأنها بتعمل على تنشيط الجهاز العصبي الطرفي اللي بيتحكم في العضلات والأعضاء في الجسم. سبعة، تخفيف الآلام. تعمل الصلاة على تحفيز إطلاق هرمون المسك، وده اللي بيساعد في تخفيف الآلام وتحسين المزاج. تمانية، الاسترخاء العضلي. السجود والركوع خلال الصلاة بيساعد على الاسترخاء العضلي وبيقلل التوتر في العضلات. تسعة، تحسين الدورة الليمفاوية. بتساعد الصلاة في تحسين الدورة الليمفاوية، واللي بتعمل على إزالة الفضلات والسموم من الجسم. عشرة، تحفيز الجهاز الهرموني. بتشجع الصلاة في إطلاق الهرمونات المنشطة اللي بتخفض الإجهاد وبتحسن الحالة النفسية. 11، تقليل ضغط الدم. الصلاة بتساعد في تحسين الدورة الدموية، وبتقلل مستوى ضغط الدم، وده بيؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. 12، تحسين الوعي الذهني. بتساعد الصلاة في تحسين الوعي الذهني والتركيز والقدرة على التفكير الإيجابي، وبتزيد من الاستقرار النفسي، وده بيزيد من الإنتاجية في العمل أو الدراسة. الصلاة بتقوي العلاقة بين الإنسان وربه، وبتجعل الإنسان أكثر تقبلا للهدايا الروحية. الصلاة بتقوي العلاقات الأسرية والاجتماعية، وبتزيد من المحبة والرحمة بين الأفراد وعلاقاتهم. في النهاية الصلاة بتشكل جانب مهم جدا من العبادة الدينية، وبتأثر على الصحة العامة والنفسية للمسلم. عشان كده لازم نجد في قلوبنا حلاوة الصلاة وتحببها في نفوسنا، ونحرص على تعلم أحكامها والتسبيح فيه وتأديتها بدقة وإخلاص، عشان نشعر بالخشوع والتقرب من الله. فالصلاة فرصة للتقرب من الله والإجابة عن الدعاء، تعمل على تنظيم الحياة اليومية وتحسين الصحة النفسية والبدنية للإنسان.